في مقابل مسايسة النفس. كان قصدي ايه بقى مسايسة النفس؟ هقول لك هغششك. اعلف الدبة ده قصدي مسايسة النفس. فاكر اعلف الدبة دي؟ فاكر ولا انت طيب ان انت تشوف انت يعني بتيجي ازاي، يعني انت تشوف ان انت نفسك بتظبط ازاي وبتتقوى ازاي يعني اعلف الدبة. كان مين طيب؟ فاكر التابعي ده كان مين؟ مش فاكر كان مين، بس الشيخ عمر. فاكر الشيخ عمر؟ تابع الشيخ عمر. لا ده سفيان الثوري، ده احد المحدثين. فهو بيقول انا عشان اقوم اصلي القيام انا بعلف الدبة. فانت لو الناس ما اتشرحت لناش ده يعني هو كان يعني هو كان الدبة دي مش الحصان بتاعه ويأكله هو نفسه هو كان بياكل جدا. ده اكل اكلت ببساطة قوم صلي بقى. ايوه هو كان في واحد اللي كان عزمه استغرب اللي هو انت ازاي كلت كل ده كل ده احنا نصلي. ايوه فقال له عشان انا يعني يعلف الدبة اللي هو بتقوى يعني. ايوه طبعا الموضوع ده فتنة. انا لو عرفت الدبة انا اخش على السرير. فما هو من الحاجات المهمة ان انا مسايسة النفس دي، ان انا ابقى فاهم نفسي. لازم يعني برضو ايه، مثلا واحد مثلا بيقعد على الفيسبوك مثلا 10 ساعات، هبالغ شوية ماشي، فهو لازم يسايس نفسه. يعني انا هقعد على الفيسبوك ساعة وايه بس عشان هقرا قرآن، فهو ال10 ساعات نزلهم لساعة، بس هو بيسايس نفسه. أيوه. يعني انا باجي ازاي، لازم يبقى فاهم نفسه. لازم طب انا هختم انا هو بقى هختم وبتاع، وبعد كده مثلا بالليل هنزل اتسحر. طب النهارده في كده ما ينفعش يتعامل مع نفسه على انها مش نفس، فاهم؟ على انها ما لهاش